السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ولادنا داخلين على امتحانات الثانوية العامة، الأزهر شغال وبعد منها العام إن شاء الله. ولادي أنا في الأزهر، ادعوا لهم بالتوفيق والنجاح يا رب إن شاء الله. لازم نعمل للولاد حاجة تشجعهم وتحسسهم إن احنا معاهم وإن احنا بنساندهم، لأن ده بيفرق والله كتير جدا مع ولادنا. لما يبقى ابنك او بنتك سهران بيذاكر ويلاقيكي جايبه له كوبايه شاي معاها قطعتين من الكيك، دي حاجه بتفرحه قوي وبتحمسه قوي ان هو يذاكر علشان يفرحك. في النهايه هنعمل لهم كيكه البرتقال. المكونات بتاعتها بسيطه وسهله وان شاء الله هتبقى متوفره في كل بيت باذن الله. لو انت لسه مبتدئه او اول مره تدخلي المطبخ، او حتى انت بتعملي كيك ومش بتنجح معاكي، اوعدك من النهارده باذن الله اي كيك هتعمليه هيبقى معاكي ناجح وزي الفل. اتبعي معايا المقادير والخطوات وان شاء الله هتعملي احلى كيك. بس ما تنسيش تنزلي تشتركي في القناه وتدعمي زر الجرس وتحطي لنا لايك وكومنت علشان باذن الله يوصلك كل جديد. المقادير بتاعها زي ما انت شايفه كده، هنحط في الدورق بتاعه الخلاط لان احنا هنعمل الكيك بتاعتنا النهارده كلها في الخلاط. هنحط في الدورق كوبايه من عصير البرتقال ومعاها كوبايه ونص من السكر. على جنب هنفصل بياض 4 بيضات عن الصفار. هنحط الصفار في الخلاط ونركن البياض على جنب. التركه دي هي اللي هتخليكي استاذه في الكيك، ركزي معايا والخطوه دي مهمه جدا عشان بعد كده تدعي لي وتقولي لي الله يبارك لك. حطينا الصفار ال4 بيضات في الخلاط والبياض ركناه زي ما قلنا كده، فصلناه على جنب. هنضيف عليه ظرف من الفانيليا وكمان على طرف صوابعك ذرة ملح. في الخلاط هنحط ظرف الفانيليا التاني علشان الزفارة بتاعت البيض. بعد كده هنبدأ بقى نضرب المكونات السايلة دي كلها مع بعض. طبعا في الوقت ده اول ما بدأنا نسمي الله كده فتحنا الفرن بتاعت البوتاجاز، لان لازم الفرن الكيك يدخل على فرن حامية تمام على درجة حرارة 180 والفرن شغالة واحنا بنجهز الكيك بتاعنا. هنحط المقادير السايلة زي ما اتفقنا كده في الخلاط ونضربها مع بعض لحد ما نتأكد ان السكر داب تماما. هتلاقي كده عامل فقاقيع كده على الوش واللون كمان هيبدأ يتغير للون الأبيض، يعني لون أفتح شوية. ده القالب المتوسط في القوالب بتاعت اللي هي الطقم اللي بيبقى مع بعضه. أنا خدت القالب المتوسط. لو انت عايزة الحجم مرتفع أكتر من كده ممكن كمان تحطيها في القالب اللي أصغر من كده. طبعا بطنته بالمادة الدهنية وكمان بالدقيق وخلاص ركنته عشان يبقى جاهز معايا. المكونات الجافة عبارة عن 3 كوبايات إلا ربع من الدقيق، نخلاهم كويس وهضيف عليهم ظرف من البيكنج باودر. زي ما انت شايفة أنا بحب استعمل بيكنج باودر الشيف. النوع ده حلو جدا هايل، من وقت ما استعملته والكيك معايا زي الفل. هنقلب بقى المكونات دي مع بعضها وهنضيف عليها بشر البرتقانتين اللي احنا خدنا العصير بتاعهم. في الوقت ده الخلاط شغال والمكونات السايلة بتتضرب في الخلاط. هضيف عليها نص كوباية زيت وخلاص كده المكونات دي بقت كاملة معايا، مش هضيف عليها حاجة تاني. اهي زي ما انت شايفة كده نص كوباية من الزيت هضيفه عليها بعد ما اتأكدت ان السكر داب. بعد كده هتلاحظي ان اللون بتاع الخليط ده بدأ يفتح معايا. بصي طبعا احنا كنا فاصلين البياض على جنب. هنبدأ بقى نضرب البياض بالمضرب الكهرباء او حتى بالمضرب السلك لحد ما يتكون معايا المارينج اللي هو بيبقى عامل زي منقار الديك كده. بصي بالظبط هو ده القوام اللي احنا عايزينه. ده كده الارتفاع بتاع الكيك،
يعني المارينج ده كده هو الكيك بتاعي، الارتفاع بتاعه هو القوام ده هو اللي بيأثر على الارتفاع بتاع الكيك والهيشان بتاعها. هنا بعد ما ضربنا الخليط اللي في الخلاط بتاعي، المواد السائلة، هبدأ أضيفها على الدقيق والبيكنج باودر، وكان عليهم كمان بشر البرتقانتين. في الوقت ده هضرب براحتي جدا وهقلب براحتي جدا لحد ما اتأكد ان مفيش اي ذرة دقيق لسه ما اختلطتش، عشان ما يبقاش معايا. قبل كده كنت بعمل الطريقة القديمة اللي احنا عارفينها، اللي هي بتحطي البياض كله او البيضة كلها على بعضها، وطبعا بتحاولي انك انتي تقلبي بالراحة، فكان بيطلع معايا بصراحة تكتلات من الدقيق داخل الكيك. لكن بصراحة أول ما عملت الطريقة دي من وقتها والكيك بتاعي بيطلع زي ما انت شايفة كده، ما فيهوش أي تكتلات وجميل جدا. خلاص اتأكدنا ان مفيش دقيق، هنضيف المارينج بتاع بياض البيض وهنقلب بالراحة جدا من تحت لفوق. بس خلاص كده انتهت الكيكة بتاعتي. هبدأ أضيفها في القالب وأدخلها على درجة حرارة 180، مش هفتح عليها قبل 40 دقيقة علشان أتأكد إن هي استوت تماما، لأنك لو فتحتي ودخل هوا للكيك هتهبط منك وهتبقى عجين. فأنت تراعي الحتة دي، ما تفتحيش عليها قبل 35 أو 40 دقيقة كمان. هتختبريها بخلة، اللي هي الخلة أو عصاية الشيش طاووق، أو كمان بسكينة زي ما أنا اختبرتها تطلع نضيفة، يبقى كده الكيك بتاعك زي الفل. جنبها كوباية شاي، ونشقر على الولاد كده وهم بيذاكروا، نحمسهم، ويا رب وفق ولادنا جميعا ويجعلهم من المتفوقين يا رب إن شاء الله. على الرف الوسطاني زي ما انتي شفتي كده، وهدخلها اهي، شايفة زي الفل. هبدأ أقطع منها واستعملها وبالهنا والشفا. لو عملت الوصفة دي ما تنسينيش تقولي لي رأيك فيها في الكومنتات، وتحطي لي لايك وكومنت حلو، وما تنسيش الاشتراك لو عجبكم الفيديو بتاعي النهاردة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.